للمتهم محمد عادل. انت ايه اللي استفدت ليه في حيثيات النقد اللي انت قدمتها النهارده للمحكمه؟ واولا طبعا احنا بنقدم تعزينا خالص عزائنا ومواساتنا في وفاه المرحومه رحمه الله عليها نيره اشرف، وتغمدها الله يعني بواسع رحمته والهم ذويها واهلها الصبر والسلوان. اما بالنسبه للقضيه نفسها والحكم اللي احنا طعنا على الحكم، تمام، درست القضيه، درسنا حيثيات كتبت بعنايه فائقه وبعد مراجعات قانونيه دقيقه، الا انها لم تسلم من الاخطاء من 11 خطأ. اللي هم ايه يا فندم؟ اللي هم 11 خطأ قانوني، ثانية، 11 خطأ قانوني وقعت فيها أسباب الحكم مما تؤدي إلى بطلانا مطلقا بما يكون نقضه واجب. ايه الموضوع بتاع 3 ثواني يا معالي المستشار؟ 3 ثواني. أعزائي مشاهدي مصر اليوم، صباح الخير عليكم، وأهلا بحضراتكم في تغطية من محافظة الدقهلية وبالتحديدا من أمام مجمع حاكم المنصورة. يعني شفنا دلوقتي المحامي أشرف نبيل اللي تقدم النهارده بطعن رسمي على الحكم على محمد عادل بالإعدام، وقدم الطعن اليوم بمحكمة المنصورة في مذكرة رسمية للطعن على حكم الإعدام على محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف اللي يعني قتلها وتم ذبحها أمام بوابة جامعة المنصورة. يعني في بعض تصريحات للأستاذ أشرف نبيل اللي قال ان في اعترافات محمد عادل اللي امام المحكمه ان في 3 ثواني كافيه للطعن بحكم الاعدام، ودي اللي لسه هنعرفه. طبعا هو ما قالش اي حاجه في الطعن المقدم، بس بنذكر حضراتكم بان الطالبه يعني قضيه الطالبه نيرة اشرف يعني اللي ذبحها الطالب محمد عادل امام بوابه جامعه المنصوره، ويعني ظهر فيديو على السوشيال ميديا بلحظه القتل، ويمكن القضيه كانت قلبت رأي عام، وتابعنا مع حضراتكم لحظه الحكم في اول قضيه على محمد عادل واول ظهور ليه، واللي ادلى باعترافاته بارتكاب الواقعه وانه هو في كامل يعني قواه العقليه، وكان مترصد لها ان هو يقتلها علشان سابته ومش عايزه ترتبط بيه. وتابعنا تاني جلسه كانت باحاله اوراقه لمفتي الجمهوريه، وبعد كده كان في حكم تصديق بحكم الاعدام. يمكن شفنا يعني اقاويل كتيره قبل الحكم وبعد الحكم. يعني بعد الحكم شفنا بعض الناس اللي تعاطفت معاه، شفنا يمكن المحامي فريد ديب اللي اعلن تضامنه مع ومرافعه عن تقديم الطعن لمحمد عادل. شفنا كمان المحامي اشرف النبيل اللي كان معانا منذ قليل واللي قدم النهارده مذكره رسميه بالطعن على حكم الاعدام على محمد عادل، وقال ان في ثغرات وفي 13 موقف يعني كفيله ان هم يشيلوا حكم الاعدام على محمد، وقال يعني ان محمد مش من بره موقفه، لكن هو لازم يتحاسب على جريمته، لكن ما ياخدش اعدام. في ثغرات هو بيقدمها في الطعن علشان تخفيف حكم من اعدام الى حبس، لكن ما ينفيش ان محمد ياخد براءه. وبيقدم طبعا التعازي لاهل النيرة على الحادث. يعني شفنا الحادث خد حجم كبير في يعني على مستوى السوشيال ميديا، بعد طبعا كل اللي رأى الفيديو يعني اللي اثار غضب من الناس على واقعة نيرة اشرف. يعني وشفنا يعني برضو في الايام اللي فاتت فيديو اللي انتشر للمشرحة يعني بالطعنات اللي موجودة في جسد نيرة اشرف برضو، واللي اثارت غضب في السوشيال ميديا، وتم محاكمة المتسبب عن اللي صور الفيديو ونشره. يعني زي ما احنا شايفين احنا امام محكمة المنصورة بمحافظة الدقهلية. يعني طبعا المحامي اشرف نبيل يعني مترافع عن محمد عادل بعد ما يعني عرض عليه انه يمسك القضية.
عرض عليه انه يمسك القضيه مقابل 3 مليون جنيه من احد المواطنين في خارج البلاد تقريبا، و قام بتقديم الطعن اليوم بمحكمة المنصورة في نيابة جنوب المنصورة. وقال في احد التصريحات ان في 3 ثواني في اعترافات محمد في الجلسة الاولى كفيلة ان هو يطعن بها على حكم الاعدام، ومحمد عادل ما ياخدش اعدام. يعني قضية كانت كبيرة في محافظة الدقهلية، ويمكن على مجتمعنا بأكمله. يمكن كمان شفنا بعد كده كذا جريمة حصلت على نغم، يعني او على نفس النمط لنيرة اشرف. شفنا طالبة بتاعت الشرقية برضو اللي قتلت بطعنات من زميلها برضو. لسه ما زلنا حضراتكم من امام مجمع محاكم المنصوره، اللي انتهينا منذ قليل بتقديم الطعن من المحامي اشرف نبيل، اللي قدم الطعن بمحكمه المنصوره في نيابه جنوب المنصوره، واصدر بيان له امس بتقديمه على الطعن اليوم. واصدر يعني اشرف نبيل محمد محمد عادل بيان في مذكرة النقد على الحكم بإعدام، وقال يعني في بيان عن تضامنه مع القضية. وقال يعني في تصريحاته في 3 ثواني فقط من وقاعة الجلسة الأولى المحكمة تبطل محاكمة محمد عادل وتبطل الحكم الصادر بالإعدام وتستوجب نقد الحكم وفقا لصحيح القانون. وقال إن محمد عادل قتل نيرة بتوثيق المحامي أشرف بالطعن، وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري. يعني كان أصدر حساسيات القضية منذ أيام، وقال إنه بيطالب بالإعدام في بث مباشر لمحمد عادل. يعني دي كانت من حساسيات القضية اللي أصدرتها محكمة المنصورة بقيادة المستشار بهاء المري.